لو انت فاكر يا مدير ان الاقناع هو انك تبيع فكرتك للطرف الاخر فيوافق عليها ويقولك اه تمام انت صح، فانت كل مرة هتخرج من الموقف وانت حاسس بنفس الاحباط. ليه؟ لانك هتاخد نفس النتيجة. تخيل كده معايا البياع الشاطر وهو داخل مع العميل علشان يقفل معاه بيعة. هو ما بيدخلش عشان يقفل البيعة والعميل يوافق، هو بيدخل يسمع، يلقط الاشارات من العميل باحتياجاته او طريقه الكلام بتاعته او بيقتنع ازاي، ويختار الوقت الصحيح ويقفل البيعه بعد كده. هو ده بالظبط الاقناع، وهو ده اللي احنا بنتعلمه في البرسويجن تريو فورمولا. بتستعد بقوه، بتلقط اشارات لغه اللي قدامك، وبعدين بتقفل عمليه الاقناع بتاعتك، فالكل يبقى شايف ان كلامك لا يقاوم، وان انت الاختيار الوحيد الصح اللي لازم يوافقوا عليه. جاهز تمشي الرحله دي؟ ابعت لي اقناع وهقول لك ازاي تتقن في 10 ايام البرسويجن تريو فورمولا.